كابوس عم دهب. انا هتخانق مع الراجل الطويل العريض اللي واقف هناك ده، عامل شبه ضرفة الدولاب. اكيد ضربة منه هتفوقني وتصحيني من الكابوس ده. يا استاذ، انا لما قعدت ابصلك كده لاحظت ان عضلاتك طالعة من ودانك مش من دراعاتك، وعشان كده باينة عليك كده ما بتسمعش. ودنك اللي عاملة شبه الدرفيل دي. درفيل مين ده يلي مخك ملوش لازمة؟ ضحكتني، بس لو بصت انت في المراية هتعرف ان مخك انت اللي ملهوش لازمة. انا سكتلك كتير، طب خد بقى. اخ المقلب منفعش، انا لسه نايم. لازم الاقي حاجة تانية بتخوف اكتر. بس لقيتها. مكتوب اذا سقطت في الشبكة تفوز ب1000 جنيه. ايوه هي القفزة الانتحارية دي هي الحل. مستعد يا أستاذ؟ ايوه مستعد. يا خسارة، حتى ما كسبتش ال1000 جنيه. شكل البحيرة اللي هناك دي هي المحطة الجاية، انا هرمي نفسي فيها. ما كسبتش الفلوس وهدومي اتبلت، ومش بس كده انا لسه نايم كمان. اعتقد مفيش اسوأ من كده يعني. اهلا بك يا شاطر، ابعد عني. وحش في البحيرة، الحقوني. انا عايز اصحى بقى، انا عايز اصحى من الحلم ده. محدش عارفني فيه ولا انا عارف حد، ومعيش غير جنيه واحد بس. ده اسوأ كابوس في حياتي بجد. انعش مزاجك يا استاذ، زبادي خلاط بالليمون وبجنيه بس. انعش مزاجك يا استاذ. قرب زبادي بالليمون. زبادي بالليمون؟ دي اسوأ حاجة سمعتها في حياتي. بس ممكن يكون طعمه المقرف ده هو الحل. انا عايز واحد دلوقتي. انا كده معيش غير جنيه واحد وما عنديش حاجة اخسرها. ماذا حدث يا دهب؟ كنت بحلم بأسوأ كابوس في الدنيا. المدينة كلها بتضحك عليك. ليه ايه المضحك في شخص كان نايم يعني؟ نايم؟ انت اتهمت كل المدينة بسرقة خزنتك حتى العمدة. على فكرة بقى المفروض العمدة اصلا يجيب لنا حقوقنا. انا اصلا حاولت اشدك للخزنة، كل شوية حاول اشدك وانت نايم، عمال تمشي وانت نايم وتجري وتنط وتصوت زي المجنون. يعني فعلا انا كنت نايم وفلوسي زي ما هي؟ يعني انا كنت بحلم؟ وكل المدينة ضحكت عليك. يا خبر ابيض. اقول لك مش مهم، المهم ان فلوسي معايا والمنظر الجميل ده ما ضاعش مني. تقصد ايه؟ ما ده كان جزء من الكابوس، بس الحمد لله ان هو انتهى. فكرني بعد كده اما اجي انام احط جنبي كوبايه زبادي بالليمون، عشان لو حصل لي اي حاجه تديني واحده. يعني ايه؟ ازاي يعني؟ وايه علاقة ده بكلامنا اصلا؟ ببساطه يا سيدي، ده الخلطه السريه عشان يصحي اي حد من كابوسه. اصل بصراحه كده طعمه اسوأ من الكابوس ذات نفسه.